فكرة الفيديو دي كانت عبارة عن تحدي بيني وبين فرد من التيم عندي. قال لي: عزام، انا عايز اعرف ازاي انك تنفذ المشهد ده، وجاب لي فيديو لموهي. فانا لما نزلته على الستوريز بالفعل جاب معاكم تفاعل كويس، فانا قررت ان انا اوريكم بالظبط ازاي ان انا قدرت ان انا اوصل للنتيجة دي من الفيديو ده. فيلا من غير ما نطول على بعض كتير، يلا بينا نبدأ الفيديو. ده شكل الكومب اللي احنا اشتغلنا عليه في اول فيرجن. انا لما عملت النسخه اللي هي بتاعت ماي فيرجن دي، النسخه اللي احنا اشتغلنا عليها، وده الشغل اللي احنا ان شاء الله نطبقه مع بعض. انا عملت دلوقتي كومب جديد وانا نزلت الفيديو. انا باخد دايما الفيديو، طبعا انا هشتغل واعمل شغل وشبه ليه، فانا بنزل الفيديو عندي وابدا ان انا اقلل البث بتاعه وبقفله، بحيث ان انا يبقى ده مرجع ليا ان هو ده الفيديو اللي انا هبدا ان انا اشوف الشغل اللي اتعمل فيه، فابدا اطبقه في الحرف. انا هنا هجيبه هنا في كام، وهنبتدي بقى نشتغل عليه. دلوقتي هو بيقول تكست، فهنكتب التكست اللي هو كاتبه، ونخلي الخط، وأنا أعتقد إن هو regular، ونخليه fill مكان الستروك، أو نستخدم اللون الأسود. بس أنا مش هستخدم اللون الأسود أوي، يعني دايما حط في بالك إن اللون الأسود أوي بيبين التصميم إن هو رخيص، ولما بيكون اللون قريب من الدرجة بس الدرجة مختلفة، ده بيدي بريميوم أكتر في التصميم بتاعه. هو تقريبا مستخدم الميديوم، بس مصور الحجم بتاعه. هنعمل دبليكيت ومرتين، هنعمل دبليكيت مرتين، نفس الفونت برضه اللي موجود تحت هنا في الإيميل، بنفس الحجم بنفس كل حاجة. فوق هنا هنكتب الريجوالز، إن هو واضح إن هو مخليه السمك بتاعه مختلف. نفس النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها، مش هنخليها اللون الأحمر، هنخليها درجة قريبة من اللون الأحمر، فهيبقى التصميم بتاعنا باين إن هو احترافي أكتر. أعتقد إن احنا محتاجين نصغر التكست أكتر، أعتقد كده يبقى بشكل أفضل. ممكن إن احنا نزود السمك بتاعه شوية أعتقد. تمام. بالنسبة للأنيميشن اللي أنا ملاحظه إنه خلى كل كلمة تظهر لوحدها، كذلك فوق في كلمة وي ستادي وفي الكلمة اللي تحتها، إنما إيميل كيدنس خليها أنيميشن مختلف. بالنسبة لكلمة وي ستادي احنا هنخلي لها أنيميشن اسمه تكستي، هنعمل عليه بلس بحيث إن احنا نضيف الإفكت بتاعنا. نضغط يو بحيث إن احنا نفتح الكي فريمز، وهننزل على ترانسفورم بنفتح الأوباستي ونخليها زيرو. كده هتبدأ تظهر حرف بحرف. فاحنا هندخل في الإعدادات ونخليها بدل ما هو بيظهر بالحروف يظهر بالكلمات زي ما انتم شايفين كده. احنا ممكن ان احنا نعمل كوبي اصلا اوريدي ونقوم ضايفينه تاني على اللير التانية اللي هي بتاعت ريجي وولد دي، ما تعملوش كوبي، نعمل له كوبي تاني ونضيفه هنا كده زي ما انت شايف. الافكت اوريدي اتضافت الكيفريمات بتاعته. يبقى ويز تايب تظهر الاول، بعد كده ريجي ووردز، بعد كده ايميل كيدنس. هنا هنحط عليها افكت من انيميشن كومبوزر، اعتقد هو ده او ده مناسب او شغال. فعظيم جدا. الانتقالة بدأت من هنا. هنا انا هعمل ايه؟ مارك. انا همشي دلوقتي بالكنترول وسهم شمال عشان اعرف بالظبط الحتة اللي هو حول فيها. اعتقد ان ده الجزء. عملت هنا مارك. انا بحدد الانتقالات وكم مشهد انا هنفذه عندي على التراك. هنا بدأ يحول برضه للمشهد اللي بعده. تمام. جيت دخلت على كروم وكتبت بيتش لوجو BNG. بالفعل دي لوجو، ودي بالفعل اسم شركة. فهنا التركية بقى بتاعتي إن أنا لما أجي أدخل على كلمة تولز دي وبخليها بدل color بخليها ترانسبيرنت. هو أوريدي بيظهر لي كل الBNGs بس بصيغة الترانسبيرنت أو اللي هي الشفافية. أعمل له كوبي، أنا هضيفه هنا وندور على الBNG اللي إحنا لسه منزليه. هو هنا اللي أنا ملاحظه إن هو مخلي أصلا اللون بتاع الفونت أو الفل باللون الأبيض، فأنا هخليه هنا باللون الأبيض. لو أنت واخد بالك هتلاقي أصلا إن هو في الخلفية هنا أنا استخدمت اللون نفس الدرجة برضه، مش نفس الدرجة اللي هي الشرق. أنا استخدمت درجة قريبة من الدرجة اللون الأبيض،
فهنا لمّا كتبت الtext باللون الأبيض كان ظاهر برضه ما اختفاش، فعظيم جدًا. هنعمل بقى text، نعمل الrectangle اللي هو هاستخدمه عن طريق الshift. أنت بتخلّيه متناسب الله، وعن طريق السهم اللي فوق بتبدأ إنك تخلّي الحواف بتاعته أنا. أنا أعتقد إن هو عامله بالشكل ده. نغيّر اللون، نسيت أضغط برضه على الshift. نفس المشكلة دي أنت لو ما خدتش بالك منها للأسف الshift ده لازم تركّز عليه كويس أوي. ممكن برضه إنك تتحكم برضه في الround بتاع الcorners عن طريق البكرة بتاع الماوس. نغيّر بقى اللون بتاعه وناخد الدرجة اللي إحنا قُلنا عليها إن هي قريّبة من اللون الأسود ولكنها مش اللون الأسود. هنعمل لها align ونطلّع اللوجو لفوق. نحدد على الاتنين وندخل على الalign، نخلّي الاختيار بتاعنا selection ونبدأ إن إحنا نحدد الكل يبقى في المنتصف. هتبقى النتيجة بالشكل ده. بعد ما خلّصت دلوقتي أنا بدأت آخد بالي من حاجة. أنا هنا استخدمت effect تبع الartlist. لأ، أنا عايز أستخدم الeffect العادي بتاعي، الfill العادي خالص وقُلت له اللون الأبيض. هابدأ بقى دلوقتي إن ديًّا نوع من أهم الأجزاء اللي هي في التصميم، وإن أنا عايز أرتّب الanimations اللي أنا استخدمتها أو الtext اللي أنا استخدمته بحيث إن هو يكون متناسق مع الشكل، كل حاجة تبقى في النُص. أنت هنا بتركّز على النسبة الذهبية بحيث إن يبقى المشهد مُريح للعين تتفرّج عليه، يبقى المشهد كلّه في المنتصف. أنت مش بتجيب حاجة وتوزّعها وخلاص. أعتقد إن هو كده بقى في الحتّة التمام. اللي أنا ملاحظه هنا إنه بدأ يجيب الtext من تحت. هنعمل هنا اللون. أنا أصلًا هاعمل creative camera alt control shift C هيعمل لي كاميرا، alt control shift Y هيعمل لي النَقَص. هاربط بقى الاتنين ببعض وأفعّل علامة ال3D وأكتب عليها كاميرا control. كده أنا باحدد إن اللون ديًّا بتاع الcontrol، ولازم إن أنت دايمًا تكون منسّق كل حاجة بحيث إن أنت تبقى الحاجة بتاعتك منظمة، ما تخلّيش أبدًا الحاجة بتاعتك عشوائية. هافعّل بقى ال3D على كل الelement اللي أنا استخدمتها في التصميم. واللي أنا ملاحظه هنا في الفيديو إن هو تقريبًا بدأ على طول بcurve سريع، خلّى الcurve هارش وطلع مرّة واحدة من تحت. أنا عشان أعمل الحركة ديًّا أنا هاجي هنا وأعمل position keyframe، بعد كده هانزل لتحت قد هنا كده مثلًا، وأقوم عامل عليه easy easy F9، أحدد الجراف بتاعي وأخلّيه harsh من الجنبين، من الجنب اليمين ومن الشمال. لمّا نيجي نفعّل ال الblur هو already هتلاقيه طالع بالشكل اللي هو كان برضه ظاهر هنا عندك كده، بس ممكن إن إحنا نوسّعها شوية. آه. هنا بقى هنعمل انتقالة كمان، نحدد الkeyframe بتاعنا التاني ونبدأ ننتقل لتحت. ده المشهد التاني بتاعنا. ممكن نيجي هنا ونقوم منزّلين ده لتحت شوية أو نحرّكه لقدّام يعني. هيعمل effect لطيف أوي. تعالوا نشوفه كده مع بعض. هنا بقى هو واضح إن هو خد الcurve برضه اللي هو الharsh. أنا مش عايز curve harsh في الانتقالة التانية، أنا عايز الcurve ياخد راحته خالص، فهييجي يطلع بالراحة ويقوم منتقل. شايف هنا النعومة؟ خدت بالك من النعومة بتاع الحركة؟ نبدأ بقى نكتب الtext بتاعتنا 3 emails. وهنا في يعني professional trick. أنت دايمًا لمّا بتيجي تستخدم الfont أنت بتركّز إن الfont اللي أنت بتستخدمه يكون الbold هي الدرجة الأساسية، ده اللي أنت بتركّز عليه، والtext اللي أنت بتستخدمه تحته على طول بيكون medium أو اللي هو text عادي، مش بتاخد من نفس الدرجة بتاعة الtext وتصغّره، لأ أنت بتجيب الوزن الأقل منه، فبتلاقي إن الtext أصلًا متناسق مع بعضه. هنخلّيه الbold العادي. نيجي هنا، أعتقد إن الbold دي تمام ممكن نخلّيها medium.
الابل دوت. تمام، هناخد منها دبليكيت ونيجي تحت نكتب الويك. لو انت هنا لاحظت هتلاقي ان انا كلمة 3 ايميلز انا بالفعل انا سنترتها في النص. حتة ان انت تبقى انت كل تصميمك كل الاليمنت اللي انت بتستخدمها دايما في النص دي بتزود من الجمال بتاع التصميم بتاعك. انت حرفيا مركز في كل التفاصيل، في اداء التفاصيل بالفعل انت بتبقى انت عامل حساب. خليت ده ميديوم، وزي ما انا قلت لكم هصبره شوية واقوم حاطه كده اعتقد. ماشي، نبدأ بقى ننفذ الرسايل اللي هي بالفعل بتيجي. انا هنا هرفع الاوباستي عشان انا عايز اخد اللون ده. كنترول شيفت سي، خدت الكولر، وبالفعل انا اجي هنا واضيفه في الفل، خدت نفس الدرجة بالظبط. ارجع بقى تاني اقلل الاوباستي ان انا اركز في التصميم بتاعي. عملنا البوكس بنفس الراوند، اعتقد ان الراوند اعلى. انا هصبر في البروبرتيز بتاعي وهبدأ ان انا ازود الراوند، خليه مثلا 25 كده اعتقد بقى مقارب. هبدأ بقى ان انا اعمل جواه ريكتانجل تاني. الريكتانجل التاني ده انا بره بره على فكرة عشان انا مش عايز ان هو يعمل لي الريكتانجل جوه الريكتانجل اصلا، ما يخليهمش كلهم شيب واحد. انا عايز ان يبقى الشيبين مختلفين عن بعض. ليه انا بعمل كده؟ انا بحب اتحكم طالما انا لسه بصمم، فانا بحب اتحكم في كل واحد على حد. جهزت خلاص الشكل بتاع المربع التاني، وانا برضو خدت بالي ركزت ان انا اكون ضاغط على الشيفت بحيث ان انا الله معايا تبقى متساويه. ركز في كل التفاصيل، انت كونك ان انت اصلا قادر شاطر فده عشان انت بتركز في اداء التفاصيل في الاحجام في الاشكال كلها. انا اوريدي انا نزلت الجيميل ايكون فهضيفها جوه الشيب التاني. خليها مسكون 3. اعتقد ان هو كده ظبط في مكانه مناسب. نكتب بقى هنا فوق فيج، وهنا خد بالك ان في هنا بروفيشنال برضه تريك. هو النوع ده او الستايل ده بيركز على ان دايما اول حرف يبقى كابيتال، فانت عشان توصل لنفس الشكل لازم دايما تاخد بالك ان انت كل الكلمات اللي انت تكتبها حرفيا كل حرف في اي كلمه دايما يبقى كابيتال. انا بحاول اقلل كل حاجه بالذات في اول شكل بحيث ان انا مركز في كل التفاصيل، عايز التصميم بتاعي يطلع بافضل شكل ممكن. excited to announce، طبعا زي ما اتفقنا الكلمة الأساسية بتبقى بولد، الكلمة اللي تحتها دايما بتكون وزن أقل منها بحيث إن يبقى في بينها وبين بعض تناسب كويس. هنصور الحجم بتاعها وهنديلها الريجولر، أعتقد إن هو مناسب جدا. هاجي بقى هنا عايز أحدد الكل وأعمل كنترول شيفت سي، أعمل بري كومب، أكتب فيرست مسج. أنا عايز بقى هنا تبقى الأنكر بوينت بتاعتي تبقى من هنا بحيث إن هو يعمل زوم للمنطقة دي. نسينا إن احنا نعمل حاجة مهمة جدا وإن احنا نخلي الايميلز والتكست دي كلها تبقى 3D. فانا دلوقتي عملت لها 3D عشان اجيبها من غير ما اوجع دماغي، عشان انا عارف ان في ناس كتير منكم برضو بيروحوا يجيبوها واحده واحده. هروح هنا اعمل نل، هعمل نل واربط النل طبعا بيها، فانا بالتالي لما اجي اعمل نل كنترول هوم تيجي عندي هنا في النص، فابدا بقى ان انا اتحكم من النل واظبطها. اعتقد كده ان الدنيا تمام. امسح بقى النل اللي مش محتاجها، سكيل هنا هنعمل اس سكيل اتحرك، أو نخليه إن هو باك فريند لقدام ونخلي هنا السكيل يكبر، فبالتالي هيكبر بالشكل ده. هنلعب بقى في الجراب إيديت ونحرك الكيرف معانا شوية بحيث إنه يعمل معانا الحركة الناعمة دي في الزوم على طول. تمام كده، فأنا دلوقتي عايز أشيل الزيادة دي، أنا مش محتاجها، أنا بس عايز الجزء ده. وبالفعل أنا هبتدي بالنسبة للتكست اللي ورا اللي هي الأجزاء اللي إحنا كنا شغالين عليها، عامل كنترول شيفت دي وأمسح الزيادات. أنا بحاول قدر الإمكان إن أنا أريح الجهاز بتاعي عشان اللايرز كلها لو بتبقى تحت بعضها فهي أوريدي أصلا بتأثر على الرامات وعلى البروسيسور، فأنت بتريح دماغك من الجزء ده فبتمسح الزيادات اللي عندك. فهنعمل هنا دبليكيت للفيرست مسج وننزلها تحت شوية، كمان دبليكيت
وننزله برضه تحت شوية. هنعلم على التلاتة دول ونبدأ نحرك الكي فريمات دي ونبدأ أوصل. طبعا زي ما انت واخد بالك كده كله ظهر ورا بعضه بالتدريج. أنا مش هغير في التكست هنا اللي موجود، لا طبعا من هنا مثال تجريبي، بس انت زي ما انت شايف الأنيميشن اتنفذ كامل مع الموشن مرور. طبعا هي دي نفس الشكل اللي هو موجود هنا. وأنا أعتقد إن احنا ممكن إن احنا نطول شوية في مدة الكيفريمز ونرحل شويتين في الأوفست. أنا كده برحل، أجي هنا بقى على الكاميرا كنترول بتاعنا، هنضيف كي فريم، نبدأ نتحرك بقى. ولكن هو هنا حلاوتها إن هو دخل كاميرا جديدة مختلفة تماما عن اللي كان شغال عليه. فأنا عشان أعمل المشهد ده أنا هنقص الكاميرا أول شيء دي، هنضيف هنا عليها الدايرة بتاعتنا، وبرضه هنخليها بنفس الدرجة الحمراء اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هو مش أحمر أوي ولكن هي درجة من درجات اللون الأحمر. وبالتالي احنا ممكن نحطها أصلا ورا، إن أنا أصلا أوريدي جايبها متكررة. بس أنا هنا هتواجهني مشكلة إن هي الدايرة حمراء وفي نفس الوقت التكست باللون الأسود، فأنا عشان عايز أغير لون التكست هضطر ألعب لعبة كده، أصغر بس الدايرة بس إن أكون على قد الشكل بالظبط بتاع الرقم. هنا مركز بالتفاصيل، طالما أنا هشتغل تصميم أنا مركز بالتفاصيل، عايز أظهر بشكل مختلف قدر الإمكان. فعشان أنت تبقى محترف لازم وأنت شغال أوريدي تركز في التفاصيل، حتى وأنت بتتدرب تركز في التفاصيل. أنا هعمل دبليكيت بس للكالندر وهيجي اللي فوق وهعمل لها فيل، وأخلي الفيل باللون الأبيض ماسك على رقم 4 فقط، وبالتالي هيبقى رقم 4 بس يعني هو اللي معبر من الأبيض. ده التفكير اللي ممكن أي حد يفكره، بس الحقيقة إن التصميم ده عشان تقدر تحول من الدايرة للمربع ده أنت محتاج إن أنت تحركها من المستطيل أصلا. عشان تعمل الحركة دي أنا همسح الدايرة دي خالص، وأجي هنا أقوم جايب راوند ريكتانجل تول وأقوم عامل راوند ريكتانجل. ركز في التفاصيل اللي أنا هعملها دلوقتي. أنا هصبر على الريكتانجل، على الريكتانجل بس، هزود الراوندنس. تمام، هعمل هنا السكنس، أنا هنحدد هنشيل علامة ال F عشان نعرف إن احنا نتحكم زي ما احنا عايزين. هنرجعها لورا شويتين، أو ممكن دلوقتي إن احنا نحدد الحجم اللي هيكون عليه المستطيل فيما بعد كده لما يتفرق. أنا مثلا شايف إن الحجم ده مناسب بالشكل ده. هحرك أنا بقى من هنا، هبدأ إن أنا أصغر، أخلي الراوندنس على النهاية، وأخلي السايز بتاعه بنفس الأبعاد بتاع السايز اللي جنبه، بحيث إن هو يبقى الوتر أو القطر نفسه يكون واحد. هلعب بالسكيل وهصغره على قد. طبعا انت خدت بالك على الانكل بوينت بتاعي برضه اتغيرت، انا هرجع تاني اعملها في النص، هرجع احددها على رقم 4. انا محتاج ان انا افعل ال 3D كنترول اون، هجيبها في المنتصف، ان انا ركزت تفاصيله بالتالي الفعل في المنتصف بالظبط. هعمل بقى دبليكيت للكالندر، لان انا لاحظت ان هنا في الفيديو هو مخلي رقم 4 باللون الابيض، عشان انا اخلي الموضوع ده اضيف عليها بيل واخليه باللون الابيض، واخليها الشيب يبقى ورا بحيث ان رقم 4 يظهر ما يختفيش. زي ما انت خد بالك كده، بس هزود الحجم بتاعه شويتين كده، صغيره على قد اللير بالظبط. وهعمل ماسك على اللير اللي فوق بتاع الكالندر، فبالتالي دي بس هتبقى رقم 4، يبقى دي بس اللي باللون الأبيض، غير كده الباقي هتلاقيه مظبوط. خدت بالك من الفردة اللي التكست فردها، نفس اللي بيحصل في الفيديو بتاع مول. هنظبطها بعدين، بس أنا دلوقتي عايز أكتب كلمة Tuesday وأبتدي النقطتين زي ما هو فرد. اخترنا كلمة Tuesday، هنخليها بوت. طبعا زي ما احنا اتفقنا بنركز في التفاصيل، هنخلي التي دايما زي ما احنا قلنا أول حرف دايما بيبقى كاب، هنخليه مثلا 25، ونضيفه في المكان بتاعه تحت رقم 4، ونعمل له بوكس راوند برضه، هنخليهم الاتنين 3D، هنعلم عليهم، وهعمل نول. النول دي أنا هسحب بيها، خليها هنا في المنتصف. أنا عايز أقولك إن النول دي بتنقذني في لحظات كتيرة جدا. الشيب اللي تحت ده لازم نتحكم فيه ونخليه في المنتصف بالظبط. أنا هزود الشفافية بتاع اللير بحيث إن أنا أجيب اللون اللي هو استخدمه بالظبط،
أنا بس عايز أزود البوينت بتاعه وأخليه 25، هنصغر على قد اللير عشان زي ما اتفقنا احنا مش عايزين مطولة زيادة عن اللزوم إلا في اللقطات بس اللي هي التستدي ده، نشيل الزيادات عشان نوفر على الجهاز بتاعنا تعب. خدت بالك من الانتقالة؟ فجأة انت دخلت من مشهد لمشهد، فجأة انت بتنتقل من مشهد لمشهد. أنا هنا عايز أتحكم في الشيب اللي فتح، عايز أخليه يبدأ يفتح متأخر شوية، مش فجأة كده مرة واحدة اللي هو أنا داخل اللي بيفتح. تيوزداي محتاجة تطلع لفوق شويتين، يعني عايزين نعمل بقى إيه، سايز من المنتصف، تكبر من المنتصف. خليت الأنكر بتاعهم في النص عن طريق كنترول ألت روم، نتحكم بالسكيل، نتحرك لقدام شوية ونخلي السكيل في الواي أكسس بس، نتحكم فيهم ونظبط الكيرف بتاع الرسم يظهر بالشكل ده، يبقى هو هيجي فجأة وبعد كده يبدأ يخف. بعد كده هيبدأ الشيب بقى من هنا يفتح، فأنا عايز دلوقتي أتحكم في الشيب وأعمل له إيزي إيز، وأبدأ إن أنا أتحكم في الكيرف برضو بتاعه وأريحه قدر الإمكان. هنا في الوقت اللي هو بيظهر فيه اوريدي لازم أنا أبدأ أعمل أوباستي لكل الخلفيات اللي في الورق. أنا هنا هعمل أوباستي، كأني أعمل أوباستي، نتحكم في المشهد كامل ونتحرك لقدام ونخلي الأوباستي 0، نعلم على كل F9. هنا نسينا وعملنا على الشيب الأحمر ده، ما ينفعش نعمله أصلا أوباستي، هنخليه ظاهر زي ما هو. أنا عايز المشهد ده بقى في نفس الوقت هو بيفتح يجي يقف في المنتصف، مش عايزه يكون عاين في الفراغ. أنا عملت له بوزيشن كيب فريم، وبالفعل أنا برضو هحركه بالإيزي إيز بحيث إن هو يبدأ سريع وبعد كده يبدأ يخف. شايف السموث؟ نبدأ بقى هنا نعمل ليه إفكت فيل، ونعمل هنا كي فريم الكالر ونخليه يتحول من الكالر ده للون ده. خدت بالك هنا من الفرق؟ فبالتالي هيبدأ اللون يتغير ويفتح بالطريقة. نبدأ نكتب بقى التكست اللي هو اوريدي كان كاتبه. أنا هنا هخلي اللون بتاعها باللون الأبيض، أعتقد إن هو مناسب جدا. بس أنا هاجي هنا أعمل حاجة أخيرة في اللون، ألا وهو إن أنا عايز أعمل زوم لقدام. لو أنت خدت بالك هتلاقي إن هو هنا في المشهد فجأة إدى زوم، أنا عايز أعمل الزوم البسيط ده كده، وأقوم شوف أكتب في الكيرف نفس الأبعاد بنفس كل حاجة. ولكن هو هنا على التكست هتلاقيه دايب بيرفكت، بيظهر كل كلمة على انفراد، هو ده نفس إفكت التكست إيفو. نبدأ نكتبه بالتكست إيفو، أنا أوريدي كنت ساينت التكست إيفو، فأنا هدخل وأعمل التأثير كوبي. أنا عايز أأخره بس شوية بحيث إن هو ما يظهرش بشكل مباشر، يبدأ يظهر أول ما التكست بوكس يبدأ يتكون. وممكن برضو إن أنا أخلي أصلا التكست يبقى مربوط بالشيب اللي احنا اوريدي بنتحكم من خلاله اللي هو الشيب layer 2. لو انت واخد بالك كده هتلاقيه بيبدأ يظهر مع التكست وبيبدأ يتكتب. نسيت من النقطة، تفاصيل يا جماعة بتفرق بجد. التكست بدأ يتكتب 3 emails per week، دي ما عملتهاش. أروح على كلمة 3 emails كده علامة، فاهم الأنيميشن بدأ من هنا. ممكن إن هو بدأ من بدري، بدأ من أول العلامة بتاعت رقم واحد، عشان كده أنا حطيت علاماتي عشان أعرف بداية كل فريم بتبقى إيه. أبدأ أحد ده شوية، أنا بس عايز أرمي على إفكت التكست ليبو. أعتقد إن هي جاية بدري أوي، محتاجة إنها تسرحها شويتين تلاتة. إن أنا بقى محتاج إن أنا أزود الديلي بتاعها، أخليها مثلا سي 9. أنا نشوف كده مع بعض. نشكر النصاب. إذا أنت فعلت already هنا الموشن بلور، هتلاقي كل حاجة بدأت إنها تدخل مع بعض بشكل مناسب، نفس اللي هو طبقه، نفس اللي احنا طبقناه هنا مع بعض، ناقص بس شوية تريكات بسيطة كده
كام layers كده هنضيفهم، دي بقى التحابيش اللي فعلا هتخلي المشهد في النهاية يبقى بالشكل الخرافي اللي احنا وصلنا له مع بعض في البداية. أنا بس عملت اسكيب وأضيف عليه كمان باك جلو، نلعب شوية في الإعداد بتاعته، عايزين نخففه قدر الإمكان بحيث إن هو يظهر بس بشكل طفيف. نقلل الراديوس بتاعنا ونخليه مثلا 6 intensity 0.5. تخيل كده بقى المشهد بقى بعد بعد بدأت الأمور تنطق مع بعضها، وده دايما الستايل اللي دايما بيستخدمه مومي في معظم فيديوهاته، بتلاقيه بيستخدم جلو خفيف بيسيب شغله أبدا من غير جلو، كله كده سموث. يمكن أنا هنا بس ضفت بيجنت، دي آخر حاجة احنا فعلا هنضيفها. نيو جاستن فيجليكس، تبقى النتيجة زي ما انت شايف كده. أتمنى إن النتيجة تكون عجبتكم. لو عجبتك فكره الفيديو فانا بالفعل بفكر ان انا ابدا سلسله ابدا فيها ان انا اجيب فيديوهات لكل الاديتورز اللي موجودين في السوق وابدا ان انا اشرحها لكم وابين لكم ازاي انها بتتعمل. فلو عجبتكم الفكره عرفوني تحت في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ولو عندكم تحديات حابين انتوا تعرضوها عليا اكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله نشوفها في الفيديو الجاي. سلام.